اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. ايه الاوفر ده الفيديو اجابه على البوست اللي كنت حاطه امبارح. اول حاجه حابب اشكر كل الناس اللي حطت لي كومنتات حلوه. تاني حاجه انا ما بعرفش ارد على الكلام الحلو، فربنا يخليكم واعمل لكم حاجات تعجبكم اكتر واكتر. نظرا لكميه الكومنتس الوجوديه كتير جدا 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 جدا، فمش هعرف اجاوب عليهم كلهم في فيديو واحد، فممكن بعد كده نعمل فيديو تاني او ما نردش خالص. اسئلتكم معظمها كانت حلوه، في اسئله ما ينفعش ان احنا نجاوب عليها خالص لان هي اصلا عشان سألوا الاسئله دي ناس دماغها يعني اعلى من مستوانا الفكري، فمش هقدر ان انا ارد. انا كنت قايل في البوست ان انا هجاوب على كل الاسئله لكن ما كنتش متوقع كميه الاسئله الكتير قوي دي، فهحاول ارد على معظم الاسئله. بس يا ريت اي حد ما جاوبتش على سؤاله ما يزعلش، ولو زعلت خلاص يعني عادي. احط اللابتوب قدامي هنا على الكرسي ونقرا كل الاسئله منه. يلا اول سؤال معانا اسلام الهادي بيقول: هل خير البر عاجله ولا خير الامور وسط ولا كل تاخيره وفيها خيره ولا ايه بالظبط؟ اتقل تاخد حاجه نظيفه. روى بتقول: شايف نفسك فين بعد 10 سنين؟ هيبقى عندي 28 سنه. احمد تيمور: جبت كام في الثانويه؟ مش هتفرق معاك. نادين حسن بتقول: ليه بنشتم بعض بحمار وكلب؟ ليه مش سمكه وزرافه؟ لان السمكه والزرافه دي بتبقى حاجات كيوت، فانا عايز اهزق اللي قدامي، اكيد مش هقول له يا ابن السمكه، انت فاهم. نوران رجب بتقول: ايه رايك في ام اي يو اسلوبها انها بتكفر الواحد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ندى درويش بتقول: اول مره عملت فيديوهات كنت حاسس ان انت مكسوف وممكن الناس ما تحبكش ولا لا؟ انا ما كنتش حاسس، كنت متاكد. هيثم بيقول: لو في لبن العصفور تفتكر هيبقى طعمه بيض؟ والله يا هيثم على حسب هو بينزل منين، يعني لو بينزل من نفس المكان اللي بتنزل منه البيضه فاكيد هيبقى طعمه زي الخرا يعني. مريم بتقول: ليه الدنيا بقى فيها اولاد كلب كتير؟ عشان الكلاب زادت. مروان بتقول: السم لما صلاحيته بتنتهي بيبقى سام اكتر ولا المفعول بيخلص؟ بيتهيألي يا مروان هو عشان سم، فلما صلاحيته تنتهي هيبقى مش سم ويبدا بقى يبقى دواء او اي حاجه، مش عارف. ليه الهدوم بتغمق لما بنغسلها مع ان المايه ملهاش لون؟ السؤال ده حلو ومستنيين اجابه في الكومنت لان انا مش عارف اجابه. مروان بيقول: ليه البراد اسمه كده مع اننا بنستخدمه في الغليان؟ بيتهيألي مروان هو اللي اخترع البراد، هو كان شخص بارد اصلا، فاللي هو بيعمل مصيبه وتلاقيه عادي جدا يعني. فهو البراد نفس الفكره، هو بيولع في الحاجه وبعد كده تلاقيه قال لك تيك. هاني بتقول: مين اللي بيحلق الحلاق؟ اكيد حلاق تاني لحد ما وصلنا للحلاق الاكبر وده مات خلاص. اللي اخترع الساعه ظبطها ازاي؟ ما هو اللي اخترعها فاكيد هو اللي حطها على مزاجه، يعني قال لك هنا 12 هنا شكلها واحد. ليه القطر بيقف في المحطه؟ عشان ما بيعرفش يقعد. الاخرس بيكلم نفسه ازاي؟ بس خلاص. ليه البقره لما نيجي نحلبها بتنزل لبن مش بتنزل نسكويك؟ عشان مش جواها كاكاو. ملك صديق: ليه الامير مش بيلزق في الانبوبه بتاعته؟ عشان متخاصمين. انورين: اكتر كتاب وفيلم بتحبهم؟ انترستيلر وميكي. موارد الدريني بتقول: الدنيا فيها كام بلياتشو؟ مش عارف والله، ما يرى ما عدتهمش بالظبط، بس المصريين 90 مليون فهو اكيد اكتر من 90 مليون. ايوه حسن ياسر: بتتكلم بسرعه ليه؟ عشان وقت الفيديو، عشان بحس ان انا ممل جدا وانا بتكلم بالراحه. مينا يحيى: الكيلومتر عامل كام كيلو برتقال؟ مش عارف بالظبط يا مينا بس انت ممكن توزنه. جنة بتقول: ايه اكتر حاجه بتكرهها في حياتك؟ الندالة. واصحابك مسمينك ايه؟ مسلمه. غرباوي بيقول: انا ليه ما بذاكرش وفاينل لحد الجاي؟ عشان انت غرباوي في هندسه عين شمس فكده كده ذاكرت او ما ذاكرتش النهايه واحده. هاجر سال اسئله كتير: ليه البيتزا مدوره وعلبتها مربعه وبنقطعها مثلثه؟ ممكن عشان هي بتبقى جايه سخنه فبنضيع وقتنا في اي حاجه على بال ما تبرد يعني. غير كده ان احنا بنحب نعقد نفسنا يعني. وليه المدرسين دايما بيفتوا في حوار انجازاتهم؟ عشان يضيع وقت الحصه. رحمه بتقول: ليه في كل المسلسلات الخليجيه الراجل بيطلق زوجته على الدرج اللي هي السلالم؟ ممكن عشان اول ما يطلقوا هي تطلع وهو ينزل فيسيبوا بعض اسرع، او ممكن عشان السلم رمز للخروج ودخول، فاللي هو في ناس ده ان هي دخلت حياتي انت مش فارقه معايا. يوسف بيقول: انهي جه الاول الفرخه ولا البيضه؟ بص يا يوسف، هو علميا الفرخه جت قبل البيضه لان البروتين اللي في قشره البيضه جاي من الفرخه، بس انا عندي حل منطقي جدا ان البيضه ممكن تكون جت قبل الفرخه، وغالبا كان اول ظهور ليها في مصر لان احنا عندنا امثله كتير جدا للقلش. عندك خليل كوميدي لوحده، ميت الكومنتس اللي عنده كلها بيض بيض بيض، فحصل استدعاء كتير قوي للبيض لغايه ما جه وبعد كده بقى اتعكست الايه يعني مش عارف. مريم بتقول: in a parallel universe الدبان ممكن يكون بيهشنا وبيرش علينا بيروسول وكده؟ بيتهيألي اكيد ان هو لما بيجي جنبك بتسمعي زzzz، فهو تقريبا في الفتره دي بيبقى بيرش بيروسول او حاجه يعني، بس بيروسول دبان بقى. دياب سأل سؤال اللي هو في البوست وهو: ليه البقره ما بتشربش لبنها؟ عشان هي عارفه هو جه منين وازاي وهي فاكره حزقتها فاكيد بتقرف يعني. ليه لما ابتدائي بيقولوا لك معلش؟ عشان زباله. ندى: ليه عمرو يوسف اختار كندا وما اختارنيش؟ اكيد يا ندى كندا كانت احلى منك يعني. بسمه بتقول: ليه كل حاجه بنتمناها ما بتحصلش؟ عشان بنركز في التمني وبننسى نشتغل على الحاجه دي. عبده بيقول: الشيطان بياكل ايه؟ اي حاجه حرام. فرح بتقول: ليه خط الدكتور ما حدش بيفهمه غير الصيدلي؟ وغالبا يا فرح دي بتبقى جينات عند الدكاتره والصيادله لان هم كلهم علم علوم، هم اصلا بيدرسوا مواد بتجيب لهم تخلف عقلي بيطلعوا التخلف ده على الورق، فهم تقريبا هم بس اللي بيفهموا بعض يعني. ريم بتقول: ليه مثلا مش بنتولد كبار وبعد كده نقعد نصغر لحد ما نرجع ولا حاجه تاني؟ هو فعلا يا ريم في ناس كده زي مثلا عمرو دياب، هو اصلا مولود كبير وكل سنه بيصغر لغايه ما بعد كده مش هنلاقيه يعني عمرو بيبي بقى. روان بتقول: السمك بيشرب ايه؟ بص يا روان، هو السمك بيشرب ميه بس ربنا خلق السمك اللي في الميه المالحه عنده نسبه الملح قليله فبيحب يشرب عشان يكمل الملح اللي عنده، والعكس صحيح في الميه العذبه. ساندا او ساندرا بتقول: ليه في الرايد 28 يوم ليه مش على وضعه ليه قصير؟ ساندرا هو ده موضوع كبير جدا يرجع اصلا للرومانيين، هم اللي اخترعوا اصلا الشهور، بيقولوا مايوس وهيدروس وابراليوس، كانوا بيحطوا كل شهر جنبيه اليوم بتاعه. المهم يعني انه ما كانش في شهر اصلا فبراير،
فلما جمعوهم لقوا مجموعهم 304 يوم، وبعدين حصل اختلافات كده في السيزون فلقوا ان هم لازم يكملوهم 365، فراحوا حاطين شهرين مختلفين، ده واحد زياده وده واحد اقل. المهم يعني مالناش دعوه. ميادة بتقول ليه كل حاجه حلوه طعمها مسكر؟ عشان كل حاجه حادقه طعمها مملح. شروق هي عصفوره بتتعب زينا وهي بتولد، العصفوره بتبيض. بودة بيقول ليه كل حاجه حلوه عمرها قصير؟ عشان بنقول للناس عليها. علا ليه المحفظه ما فيهاش فلوس؟ عشان الدولار غالي. ندى ليه مش بنذاكر من اول الترم؟ عشان لازم نضيع وقت. جميله مين في الحياه ما اتولدش بريء؟ مرتضى منصور. روى بتقول ليه لما حد يجي يقول حاجه مش هتحصل يقول في المشمش؟ عشان موسم المشمش قصير جدا، ساعات بيوصل لشهر وساعات بيبدا ويخلص قبل ما حد ياخد باله. محمد جبت الفرص دي كلها منين؟ ارزاق. كده تقريبا جاوبت على معظم الاسئله. معلش لو ما قدرتش ارد على حد، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو لقيت سؤالك شير وقول السؤال بتاعك على البوست، ما لقيتش السؤال شير برضو. السلام عليكم.